قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاسأل نفسك: متى آخر مرة أنت ساعدت فيها أمك؟ متى آخر مرة أنت ساعدت فيها أختك؟ ساعدت فيها زوجتك في أمور البيت؟ خيطت ثوبك، غسلت هدومك، عملت أكلة حلوة لنفسك. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساعدهم في أمور البيت، في أمور المنزل، على المهام العظيمة اللي عنده في تبليغ الدعوة والرسالة. وكان في بيته ضاحكا مستبشرا، مش عابس الوجه قنوط أثناء العمل، لا، ضاحك ومستبشر. فإذا أتت الصلاة ذهب عنا كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، وإذا جت وقت الصلاة راح يصلي، راح أدى حق الله تبارك وتعالى. أما حقوق وواجبات البيت فعليك أن تؤديها في بيتك بالحسنى كما كان يفعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.